الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. بعض الناس يسأل عن حكم سيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في خارج الصلاة وفي داخلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فهو سيد العالمين وهو خير خلق الله بإجماع الأمة، خير من الكعبة، والموطن الذي دفن فيه صلى الله عليه وسلم خير بقعة في السماوات والأرض باتفاق المسلمين جميعا بجميع طوائفهم سلفا وخلفا شرقا وغربا قديما وحديثا، لم نرى من خالف في ذلك من أحد. فهو في جسده الشريف خير مخلوق على وجه الأرض باتفاق المسلمين، لم نرى في ذلك خلافا بين العلماء. وحكى الإجماع الشيخ البجوري وأبو بكر التونسي والسنوسي وغيرهم من علماء المسلمين، لأنه اتفاق لم ينقضح ولا ينقضح إلى يوم الدين إن شاء الله. وما دام هو خير الخلق فهو خير من العرش ومن الكرسي ومن السماوات ومن الأرض ومن جبريل ومن الملائكة أجمعين، فهو خير مخلوق خلقه الله على الإطلاق عبر العصور وكر الدهور من بدء الخلق إلى نهايتها. ولذلك كما ثبت في البخاري: يأتي يوم القيامة فلا ملاذ لأحد من البشر إلا سيدهم صلى الله عليه وسلم، وهو رحمة للعالمين أجمعين، كافرهم ومسلمهم، مؤمنهم وملحدهم، فإنه رحمة للعالمين كما وصفه رب العالمين. وذلك أن الجميع بما فيهم فرعون وبما فيهم الملاحدة وبما فيهم الكفار والمشركون يقفون يوم القيامة بين يدي الله في يوم مقداره 1000 سنة، وهو يوم القيامة. فيمل الناس من كثرة الوقوف ومن أذيته. تهيأ إنك واقف 1000 سنة، ده الست بتقف في المطبخ ساعتين بيجيها دوالي في رجلها، أمال انت يحصل فيها ايه؟ تخيل نفسك يوم القيامة وأنت على هذه، حتى أنهم يذهبون إلى آدم ويطلبون منه أن يدعو الله بالتخفيف، فيقول ويذكرهم بما بدر منه حيث خالف وأكل من الشجرة: اذهبوا إلى نوح. يذهبون إلى نوح، يقول: أبدا، ده أنا دعوت ربي في ابني وطلع غلط. اذهبوا إلى إبراهيم، يقول لهم: أنا قلت بل فعله كبيرهم هذا، لحسن تكون كذبة ولا حاجة. اذهبوا إلى موسى، فموسى يقول: ده أنا قتلت واحد هناك عند بني إسرائيل من دفاع عن بني إسرائيل عند فرعون. اذهبوا إلى عيسى، فعيسى يقول: ماليش دعوة، ما يقولش أنا عملت حاجة عشان هو ما عملش. سيدنا عيسى ما عملش حاجة، فيقول أنا ماليش دعوة. روحوا بقى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فيقول: أنا لها أنا لها، فيسجد تحت العرش، فيلهمه الله بمحامد لم يلهمها من قبل لأحد من العالمين، ثم يقول: ارفع يا محمد وقل تسمع واشفع تشفع. ده سيد العالمين، سيد الأنبياء لما راح في الإسراء والمعراج أما الأنبياء جميعا. فما حكم إضافة السيادة مع اسمه الكريم الشريف؟ والله يقول: لا تجعلوا دعاء النبي
كدعاء بعضكم بعض. فهنا نعم، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. فيعني ما تقولوش يا محمد، قل له يا سيدنا محمد. هو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وفي الصلاة قال اللهم صل على محمد. فهل الاتباع أولى أو الأدب أولى؟ فالعلماء قالوا إن الأدب أولى من الاتباع، لأن سيدنا أبو بكر كان يصلي بالناس في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى النبي في نفسه قوة فخرج يصلي معهم، فلما جاء يستوي في الصف وراء أبي بكر تأخر أبو بكر، سمع تصفيق الناس تأخر. قال له رسول الله مكانك يا أبا بكر، يعني خليك مكانك يا أبا بكر. فبرضه تأخر، مرضيش. مكانك يا أبا بكر، مرضيش. النبي بيقول له مكانك وهو بيتأخر. بعد الصلاة قال له أنا عايز أفهم بقى يعني إيه بقى، أنت دلوقتي أنا قلت لك مكانك، ما وقفتش مكانك ليه؟ يبقى عصيان بقى ولا إيه الكلام ده؟ قال له ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم رسول الله، أنا ما وافقش. إذا يا إخوانا ده الأدب العالي كده، الأدب العالي إنك تقول سيدنا محمد. فضل الناس يقولوا محمد كده لغاية ما هان حبه في القلوب، فلازم نقول سيدنا محمد، خاصة في الأيام بتاعتنا دي النكدة دي اللي بقى فيه جلالته وعظمته وفخامته ومعاليه وسعادته وسيادته، وهو لا يساوي عند الله مليم. يعني هو يتباع يوم القيامة بلا شيء، والعشرة منه ببلاش، واسمه جلالته وفخامته وعظمته، وهو عند الله ولا جناح بعوضة، حتى جناح بعوضة يمكن بيفيد في حاجة ولا بتاع، سبحان الله لا إله إلا الله، لعله يفيد. الأطباء يمكن يكتشفوا شيئا كده يفيد في جناح البعوضة، لكن ده مش مفيد إطلاقا، ده مضر، ده هبل أهطل. فإذا القضية مش كده، ما تنفعش بهذه الطريقة. ما نقولش سيدنا محمد ونقول ونوزع الألقاب